اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن القلب بالتفصيل الممل. النهاردة هنتكلم عن الكاردياك بايو ماركر أو التحاليل اللي بنعملها عشان نطمن على سلامة القلب. عندي شوية تحاليل زي التوتال سي كي والسي كي ام بي والال دي اتش والاي اس تي والتروبونين وكمان الاي سي جي أو رسم القلب. يلا بينا نتكلم عن كل واحد بالتفصيل الممل. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. حضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معاكم كابتن اناليسيس. هناخد أول إنزيم معانا وهو الكرياتين كاينيز وهنشرحه بالتفصيل الممل. ركز معايا. هو ليه اسم كرياتين كاينيز واختصاره سي كي، وليه اسم تاني وهو كرياتين فوسفوكاينيز واختصاره سي بي كي. طب ركز أكتر. هيجيلك المعمل المريض يقولك عاوز أعمل توتال سي كي. يا ترى يعني إيه كلمة توتال؟ قالك بص يا سيدي، السي كي في منه 3 ايزو انزيم وهما سي كي ام ام وسي كي ام بي وسي كي بي بي، او سي كي 1 وسي كي 2 وسي كي 3. فركز اكتر. السي كي ام ام دوت بيكون موجود بنسبة كبيرة جدا في السكيلتال ماسل، اما السي كي ام بي ده بيكون موجود بنسبة كبيرة جدا في الهارت ماسل، اما السي كي بي بي ده بيكون موجود في البرين تيشو. مجموع التلاتة بيدينا التوتال سي كي، يعني التوتال سي كي بيساوي سي كي ام ام زائد سي كي ام بي زائد سي كي بي بي. ومن هنا نفهم ان التوتال سي كي نون سبيسيفيك. فركز معايا. في الخلايا بنلاحظ ان السي كي انزيم بيتكون من تو سب يونت، يمكن يكون P ويمكن يكون M. البي وهي اختصار البرين والام وهي اختصار المصل. وبناء على التو سابيونت دول اصبح عندي 3 ايزو انزيم، وهو السي كي ام ام موجود بنسبة 98% والسي كي ام بي موجود بنسبة من 2 ل 3% والسي كي بي بي. انا قلت لك ان مجموع التلاتة ايزو انزيم بيدينا التوتال سي كي، وبناء عليه ده بيكون نون سبيسيفيك لتشخيص امراض القلب. يعني لو حصل عندنا تلف او مشكلة في اي عضو من الاعضاء هيسبب زيادة التوتال سي كي، وبناء عليه ان التوتال سي كي بيكون نون سبيسيفيك لتشخيص امراض عضلة القلب. تعالى بقى اشرح لك اهمية انزيم الكرياتين كاينيز. بص يا سيدي، احنا عندنا الكبد الليفر بينتج لينا مادة اسمها الكرياتين. المادة دي بتروح للعضلات وبيحصل ليها اضافة للفوسفيت جروب لمجموعة فوسفيت وتتحول لمركب اسمه فوسفوكرياتين. المركب ده بيكون غني جدا بالطاقة. طب دلوقتي العضلات محتاجة طاقة وعندها الفوسفوكرياتين، محتاجة ايه؟ قالت لك محتاجة انزيم يكسر الفوسفوكرياتين عشان يطلع الطاقة اللي العضلات هتستخدمها. اهو الكرياتين كاينيز ده بقى هو الانزيم اللي هيكسر الفوسفوكرياتين ويدينا الطاقة.
جزء بسيط منه بيهرب للدم، وده بيعبر عن حالة الإنزيم داخل العضلات. خلي بالك، لو حصل تهتك للعضلات هيزيد عندي إنزيم الكرياتين كاينيز، قيمته هتزيد في الدم نتيجة لتهتك العضلات وإنه هيتحرر ويروح للدم. خلي بالك إن الكرياتين كاينيز ده نون سبيسيفيك، يعني غير متخصص لحالات أمراض القلب، وبناء عليه قررنا نشوف حاجة أكثر تخصص وهو الكرياتين كاينيز ام بي. بس تعال الأول أقول لك معلومة مهمة جدا. السي كي بي بي انزيم اللي هو موجود في البرين، قالك ده مش بيدخل للدم أساسا، وبناء عليه مش بنقدر نقيسه. نكمل مع بعض. تعالى بقى نتكلم عن السي كي ام بي بالتفصيل الممل. زمان كنا بنستخدمه في تشخيص امراض القلب، كنا بنستخدم التوتال سي كي والسي كي ام بي، ولكن مع ظهور التروبونين اصبح هو الاكثر دقة في تشخيص امراض القلب. ركز معايا، التوتال سي كي نون سبيسيفيك، اللي مور سبيسيفيك عنه السي كي ام بي. طب ومين المور سبيسيفيك عن السي كي ام بي؟ قال لك التوربونين. يبقى انت هنا لو ما عندكش في المعمل توربونين بنطلب تحليل سي كي ام بي كبديل للتوربونين لتشخيص امراض القلب. ركز، المريض هيشتكي بألم في الصدر chest pain، بس مش ألم عادي، ده هيجي يقولك كأن في قطر دايس عليه. على طول الطبيب المعالج هيطلب ليه تحليل السي كي ام بي. تعال أقولك معلومة حلوة جدا. في حالات أمراض القلب، في أول من 3 ل 6 ساعات من ظهور الأعراض هيبدأ السي كي ام بي يزيد عندنا، وهيوصل للقمة من 12 ل 24 ساعة، وبعد كده هيرجع للطبيعي بعد 48 ل 72 ساعة. طب ركز أكتر، في حالات الانخفاض وبعد كده ارتفع الإنزيم مرة تانية، هنا بيحصل عندنا تكرار للنوبة القلبية. المعلومات دي مهمة جدا، اكتبها عندك ويلا بينا نكمل حلقة النهاردة. في حاجة عندنا اسمها ال Relative Index أو ال RI، فركز بقى معايا عشان تفهم الموضوع. تعالى أشرح لك كيس. الكيس دي بتقول لك إيه؟ قال لك حالة عندها 68 سنة، كانت سايقة عربية وعملت حادثة، خبطت في شجرة أو اصطدمت في شجرة، وما كانش في سبب معين للحادثة. لما راجعنا الكاميرات كان أقرب احتمال إن الحالة دي فقدت الوعي. أوتوماتيك الإسعاف جت وخدت الحالة ودتها المستشفى. لاحظنا إن الحالة عندها كسر في القدم وكدمات كتيرة جدا في جسمها. الطبيب المعالج طلب شوية تحاليل. طلب ايه بقى؟ قالك سي كي توتال وسي كي ام بي ومايوجلوبين وتروبونين. ولما النتيجة طلعت من المعمل لقينا ان القيم كلها طبيعية، فالطبيب المعالج طلب اعادة التحاليل كلها بعد 3 ساعات، وكانت الملاحظة ان التوتال سي كي increased، يعني نسبته زادت، والسي كي ام بي increased، والمايجلوبين increased، والتروبونين normal. قرر الطبيب المعالج اعادة التحاليل مرة تانية بعد 6 ساعات، ولاحظنا ان التوتال سي كي زايد، وان السي كي ام بي زايد، والمايجلوبين زايد، والتروبونين نورمال. ركز معايا كده، التشخيص المبدئي ان الحالة مش مايوكارديال انفراكشن، يعني ما عندهاش احتشاء في عضلة القلب. طب ليه؟ قالك لان نسبة التروبونين كانت طبيعية. ركز اكتر. طب دلوقتي الحالة حصل ليها تهتك في العضلات، وبناء عليه قيمة التوتال سي كي كانت مرتفعة. بس الغريب هو ارتفاع السي كي ام بي، لان ده مختص بالقلب اكتر زي ما شرحت لكم. بس عاوز اقول لك معلومة، ان السي كي ام بي موجود بنسبة بسيطة في العضلات، وهنا بدأنا نشك، يا ترى ارتفاع السي كي ام بي نتيجة المشكلة في القلب ولا مشكلة في العضلات؟
وبناء عليه قررنا نعمل الريلاتيف اندكس. بكل بساطة دي equation معادلة بتقولك ايه؟ بتقولك قيمة السي كي ام بي مقسومة على السي كي توتال، القيمة اللي هتطلع بعد كده نضربها في 100. لو كانت النتيجة عندي أعلى من 5 يبقى هنا المشكلة في القلب، ولو كانت النتيجة أقل من 5% يبقى المشكلة في العضلات. الكيس اللي أنا شرحتها لك كانت النتيجة بتاعتنا أقل من 5%، كانت النتيجة 2%، وهنا ارتفاع السي كي ام بي نتيجة لمشكلة في السكيلتال مسل وليس في عضلة القلب، ودي كانت أهمية الريلاتيف اندكس أو الار اي. احنا بنعمل تحليل السي كي ام بي عشان حاجات كتيرة جدا، اشهرها تشخيص احتشاء عضلة القلب، وكمان الميوكارديال اسكيما، وكمان التهاب عضلة القلب. المريض اللي بيشتكي من امراض القلب هتظهر عليه شوية اعراض زي حرقان في الصدر والم شديد جدا في الصدر ما بيقدرش يستحمله، وكمان ممكن تظهر عليه بعض الأعراض اللي هقولها لك: ألم في الظهر أو الرقبة أو الذراع الأيسر أو الفك، وكمان ضيق تنفس ودوخة أو دوار وغثيان أو قيء، وبيعرق بشكل مفاجئ وعرق كتير جدا، وكمان إرهاق وتعب شديد جدا. المريض ده لما بتظهر عليه الأعراض دي بنشك اللي عنده مشكلة في القلب، وبناء عليه بنطلب منه الكاردياك بايو ماركر زي التوتال سي كي والسي كي ام بي والتروبونين والال دي اتش والاي اس تي. شرحنا في حلقة النهاردة التوتال سي كي والسي كي ام بي. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو شايف ان احنا بنتعب في المحتوى بتاعنا ما تبخلش علينا بتعليق كويس تحت الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا وتعمل لايك للفيديو وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.